السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير إن شاء الله. مرحبا ومرحبا بكم من جديد في مطبخ نبيلة. إلا ما زال ما شترتوش في القناة، ما تنساوا اشتروا أبوني باش توصلكم الفيديوهات الجاية إن شاء الله. اليوم غادي نحضر واحد الطبق ديال البيض من اليابان كي تسمى أجيتاما. هذا الأجيتاما هو بيض مسلوق كي يتنقع في خلطة فيها صويا صوص ومكونات أخرى، وكي يعرفوه حتى باسم نيتاماغو. فاليابان هاد البيض معروف بزرف وكي يتقدم فوق الرام، الطبق ديال الشعرية اللي كيبان بزرف في أنميات يابانية بحال ناروتو. أكيد شفتوه. المقادير: 3 ديال البيضة، نص معلقة كبار ديال السكر، 2 معالق كبار ديال الصويا صوص، معلقة ونص كبار ديال الألمع، ومعلقة كبار ديال العسل. إلا استعملتوا 6 ديال البيضة، معلقة كبار ديال السكر، 4 ديال الصويا صوص، 3 ديال الألمع و2 ديال العسل. طريقة التحضير: أول حاجة نحضر الصوص، كنخلطه في الكسرونة ألمع، الصويا، السكر والعسل، كنحركوهم مزيان ونعطيوه غليانا صغيرة، ومن بعد نخليه يبرد. من بعد كنوجدوا البيض المسلوق. فاليابان كيعجبهم البيض يكون شوية سائل من الداخل. باش نديره بحاله كنستعملوا بيض بارد من الثلاجة وكنغليه 7 حتى ل8 دقائق. من بعد كنرموه في ماء بارد فيه الثلج باش يوقف الطياب ويبقى نص مسلوق. من بعد كنقشر البيض وكنحطوه في كيس بلاستيكي وكنزيد عليه الصوص اللي برد. كنخرجوا الهواء من الكيس باش البيض يتغطى بالصوص مزيان. كنخليه في الثلاجة من 2 حتى ل3 سوايع. كل ما طول الوقت كي يتشرب البيض المذاق أكثر. يقدروا يتخلوا حتى 24 ساعة، ولكن كي يبدا المذاق قوي بزرف فالأحسن توقفوه حسب الذوق ديالكم. كي يقدروا يتخزنوا في الثلاجة 4 حتى ل5 أيام. كيديروهم فوق الرام أو مع الدونبوري ديال دجاج ترياكي، أو حتى فوق السلطة كيزيد يعطي نكهة زوينة بزرف. إلا كانت شي وصفة يابانية باغيين تعرفوها كتبوها لي في التعاليق، إن شاء الله ندير عليها فيديو. وما تنسوش ديروا لايك وبرطاجي باش نوصلوها لأكبر عدد ممكن.